دمبوش هبولو هم بخيراتني حموها بولو دكن بنرحب جميع الرفيقات هروكم جبينو ما جبو تنديه زودي عم دمو تنديه دونا حملة ما دست بيده بي بري عم دست بيده كنا مدخوكي هبولي دعوات الرسول في بيوتهن وشوارعهن وأحيائهن وقراهن ومدنهن من النواحي الجسدية والنفسية والعاطفية والمالية وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها. المرأة تتعرض للانتهاك والإهانة بكل الطرق. ليست مجرد كلمات منسقة ومركبة، بل هي كلمات أسطورية وملحمية لحقيقة الحياة. يمكننا أن نبني حياة جديدة مع فلسفة المرأة، الحياة، الحرية. ولكن أولا وقبل كل شيء يجب على المرأة أن تؤمن بها، فالإنسان عندما يؤمن بشيء يمكنه النضال من أجله بكل لن تنفذ بشكلها الطبيعي. دائما كل شيء قرار يخص حق الإنسان في العيش، حقه بالمواطنة، حقوق المرأة دائما بتضل حبر على ورق، ما حدا مهتم فيها، لأنه هن كان حكم 400 سنة ثقوا تماما إذا حكمنا أردوغان ما راح يضل الحكم أبدي. لأنه القوانين تغيرت والإنسان تغير والدعم يعني لشكل الحروب تغير. ولذلك يعني نحن هاي الحادثة كيف نسقطها على وضعنا الحالي، حال المرأة كيف نسقطه على حال المجتمع. يعني إذا كانت المرأة معنفة فينا نقول إنه المجتمع ما هو معنف؟ أي مجتمع فيه المرأة معنفة معناته المجتمع كلياته معنف. لأنه لما استهدفوا المرأة بيعرفوا هي معنى الحياة، هي الوطن، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الرفيقة، هي نبع الحياة المتدفق دائما. مع العائلات الموجودة حواليك، يعني نحن عادات المجتمع الشرق الأوسط، المجتمع الشرقي، نحن أخلاقيا وعادات وتقاليد وثقافيا نحن بنتعامل مع المجتمع، مع الجيران يعني. فقط هلا نتيجة هالأزمات عم بتلاقي إنه كل أسرة لحالها بمشاكلها. يعني مثال أنت عم تقولي هيك، الثاني تقول خلي هن يعملوا، هذا بقول خلي يعملوا. أول مثال بالضيعة إن كان في شيء خربان بتلاقي الضيعة كانت كلها تلتم على بعضها وتتصلح. أوكي؟ يعني حتى ونتيجة عدم الاستقرار والسياسات الأنظمة الحاكمة طبعا عم بتؤدي لتفاقم هالمواضيع. يعني ما عم تخلي الأمور تنحل. فلذلك نحن لما عم نطرح موضوع التوعية بالسياسات اللي عم بتصير يعني تجي جني جبر بوجن أساس جواكي دمي جن راستي جواكي هات شدتي هات جواك حمي راستي تنديه وشدتي وك هقوله ما جوني خيار ام دیروکا نابه، هجمارا نابه لأما تشتي و ام جیان دکن ممکنه ام هین سر زمان و ام هر یک جی تیکه بنوی فرقه براستی جی حمله سر استه گیشتی سر استه رو جاوا دست بکریه حمله دبن دروشمه جن جیان آزادی خواب پارزه یعنی پیوی خواب پارزه دوی مرحله دا پر مهمه خواب پارزن جتوندیه خواب پارزن جا ایریشا، خواب پارزن جا همو شرن تیبت جا هر تشتکی گونه ها ام تیدا جیان دکن چما وی روژا تانه 25 مجداره گو دیار کرن او روژا تانه گو گانبن جن دنگ خوابلن بکن سرهلدان چه بکن گو بان کن ام دجی شدت او دجی جنه بالورشات. يعني لازم نوصل لهم هدول ان كان بالصناعه ولا بالورشات. يعني هدول عم نحسهم بعيدين كثير عن اجتماعاتنا وعن التوعيه تبعيتنا اللي عم نقوم فيها. يعني الدم بتقوليها هدول الغرب منهم من عنا، فلازم نحن نطبق عليهم كمان كنوع من القرار ده، او بنعمل لهم يوم عطله نحدد لهم ساعه فيها انه التوعيه. هي الساعه ما رح تكفي، بس لازم نوصل لهدول الشباب، لاني مثل ما قال القائد ابو يعني اكثر عالم عم يتعرضوا للعنف هن الشباب والمراه، فلازم نوصل لهم لهدول.